ازيكم عاملين ايه؟ يوم كله بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن لو انت جبتي فاونديشن غامق ازاي تفتحيه، ولو جبتي فاونديشن فاتح ازاي تغمقيه. مشكلتنا في مصر ان احنا يعني ما عندناش محلات سفوره، معرفش ليه. يعني هتلاقوا كل البلاد عندهم سفوره، كل البلاد العربيه حتى يعني عندهم سفوره، بس احنا ما عندناش. المهم احنا مش بقى عندنا يعني اوبشن ان احنا نختار بقى الشيد بتاعنا ونجرب وكده، فمعظمنا لما بنيجي نشتري اونلاين بنحاول على قد ما نقدر نختار الشيد اللي احنا شايفين هو مناسب لينا، بس لما بيجي لنا البيت ما بيطلعش هو. والله ما بيطلعش هو. بنقعد بقى ايه، عارفه يعني انا عايزه اقول لكم في بنات بتبقى حاطه شقه عمرها في الفاونديشن ده. يعني مثلا تبقي جايبه فاونديشن 500 600 جنيه في فاونديشن، وتستني شهر عقبال ما يجيلك، وبعد كده يجيلك البيت تلاقيه مش الدرجه بتاعتك، فصدقوني بتبقى قهره والله العظيم. فذاتس واي ان احنا بنلاقي بوست كتير في الجروبس عن بنات يقولوا يا جماعه انا مثلا اشتريت الفاونديشن ده من بره، ده مش درجتي، حد يشتريه او كده. حاجه بسيط جدا. انا عملت سيرش على جوجل علشان كنت عايزه اعرف الموضوع ده يعني ايه حله او كده. لقيت ناس كتير قوي بتشكر في ذا بادي شوب شيد ادجستنج دروبس. فانا قلت لا تمام جدا، انا مش هكدب خبر. نزلت ورحت سيتي ستارز وجبته. فالمفاجاه ان هو فعلا حلو وفعلا بيعمل ايفكت. لما جيت خلطته بالفاونديشن لقيت ان هو فعلا يعني بيفتحه. هو في عندهم نوعين، نوع بيفتح ونوع بيغمق. انا جبت النوع اللي بيفتح. لما بتخلطيه احلى حاجه فيه ان هو مش بيأثر على تكستشر الفاونديشن بتاعك. يعني ناس كتير قوي مثلا بتبقى جايبه فاونديشن فول كفرج تقول لك مثلا طب ما تخلطيه مع اي فاونديشن فاتح عندك دارك ستور مثلا ميبلين ولا مش عارف ايه. المشكله ان احنا نبقى دافعين فلوس واحنا مش عايزين يعني تكستشر الحاجه تروح. فاحلى حاجه فيه ان هو بيحافظ على التكستشر بتاع الفاونديشن بتاعي، ما بيغيروش ولا يبوظوا ولا اي حاجه. يعني انا متفاجئه ان هو اصلا بيعمل افكت كده. فانا هوريكم بالتجربه العمليه شكله عامل ازاي.